السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الثانوي، معكم الأستاذ سامح الوكيل مدرس التاريخ والجغرافيا للمرحلة الثانوية. النهارده إن شاء الله هنكمل مع بعض الدرس الأول في منهج التاريخ اللي هو بعنوان حضارات شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. وزي ما قلت لك قبل كده احنا على القناة هنشرح تاريخ وجغرافيا للمرحلة الثانوية، سواء كنت في أولى ثانوي أو ثانية ثانوي. لو أنت بقى إن شاء الله في ثالثة ثانوي فهنشرح تاريخ فقط. تمام؟ فاحنا في بداية العام الدراسي عايزين حركة يا شباب، ومش عايز الناس تكسل، عايز الناس تذاكر من الاول عشان ما يتراكمش عليك حاجه وتلاقي نفسك جايب درجه وحشه. وبالمره اديك بتتعود على النظام الجديد عشان ثالثه ثانوي تبقى مرتاح. تمام؟ فانت لازم تذاكر كويس وتعد نفسك لثالثه ثانوي وانت من دلوقتي وانت في ثانيه ثانوي. تمام؟ تعالى بقى النهارده هنكمل الدرس وهنتكلم على مظاهر الحضاره في شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام. نركز معايا، ولو لسه مش مشترك اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو وتعليق جميل زيك، ويلا بينا على الدرس بتاع النهارده. بداية يا شباب قلت لكم هنتكلم على أحوال الحضارية أو المظاهر الحضارية في شبه الجزيرة العربية. يعني هنتكلم عن الأحوال السياسية والأحوال الاقتصادية والأحوال الدينية وهكذا. تعالى بقى واحدة واحدة كده معانا، لأن معانا كلام كتير النهارده. أول حاجة هنتكلم على الأحوال السياسية. الأحوال السياسية يا شباب، أول ما أقول لك أحوال سياسية يبقى أنا بتكلم على نظام الحكم. يبقى أنا بتكلم على إيه؟ بتكلم على نظام الحكم. نظام الحكم. نظام الحكم في شبه الجزيرة العربية كان عامل ازاي؟ يعني ايه احوال نظام الحكم كانت عاملة ازاي؟ اول حاجة نعرف ان النظام ده كان مقسوم لشكلين اتنين. في نظام قبلي وفي نظام شبه ملكي. خلاص؟ يبقى انا دلوقتي لما اقول لك نظام الحكم او الاحوال السياسية في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الاسلام، الاحوال السياسيه كانت اخبارها ايه؟ قال لك الاحوال السياسيه دي عباره عن قسمين، يا اما في نظام قبلي وفي اماكن تانية في شبه ملكي. يبقى انا عندي كام شكل؟ اتنين. في اماكن فيها قبائل واماكن تانية فيها ممالك. قبلي القبائل، وده اكتر نظام كان موجود، هو ده النظام السائد في شبه الجزيره العربيه. يبقى النظام السائد في شبه الجزيره العربيه النظام الشبه ملكي ولا النظام القبلي؟ لا، اكتر حاجه كانت منتشره هو النظام القبلي. لا، كانت قبائل وفي اماكن فيها ممالك. يعني النظام الاغلب هو النظام القبلي، القبائل يعني. تمام؟ طب تعالى نتعرف على كل نظام كده. اول حاجه تعالى نتعرف على النظام القبلي. النظام الايه؟ القبلي. ايه النظام القبلي ده؟ قال لك دي عباره عن قبائل ولكل قبيله شيخ قبيله بيحكمها. يبقى في حاجه اسمها ايه؟ شيخ قبيله بيحكم القبيله، ومع شيخ القبيله حاجه اسمها ايه؟ مجلس القبيله. يبقى في قبيله فيها شيخ قبيله ومجلس القبيله. طبعا كلنا عارفين من زمان يقول لك ايه القبيله دي اصلا؟ القبيله دي عباره عن ناس بترجع لاصل واحد، يعني عيله واحده مثلا بتربطهم رابطه الدم والنسب والعصبيه. يعني في روابط اصلا زي ده اللي هي القرابه يعني، وفي عصبيه قبليه اللي هو التعصب للقبيله. يبقى دي اسمها قبيله. القبيله بتحكم بالعرف. العرف اللي هي العادات والتقاليد، الحاجات اللي متعودين عليها. ده نظام الحكم اصلا اسمه العرف، اللي هي العادات والتقاليد. طب اللي بيحكم القبيله حاجتين، شيخ القبيله ومجلس القبيله. شيخ القبيله ده اكبر واحد فيهم، بقى مثلا ممكن يكون سنا، ممكن يكون مكانه، نفوذ، سلطه، ذو مكانه كبيره عندهم، ومش شرط السن كمان، يعني ممكن يكون في الحاجات التانيه اكتر واحد فيهم مكانه ونفوذ وسلطه وكلمه، فكلمته اللي ماشيه يعني. بنسميه كده شيخ القبيله. طيب يبقى شيخ القبيله ده اكبر واحد فيهم مكانه. طيب ايه تاني؟ قال لك شيخ القبيله ده سلطته ان هو بيعلن الحرب وبيقود الجيش، وممكن كمان يفض في المنازعات. يعني لو في منازعات ما بين حد ولا حاجه هو اللي ممكن يفض فيه، يعني دي سلطه قضائيه. طيب ايه كمان؟ قال لك بيستقبل الوفود. يستقبل الوفود. خلي بالك بقى النقطه دي مهمه. تعال نترجمها على النظام الجديد. يجي يقول لك وظيفه شيخ القبيله انه بيعلن الحرب وبيقود الجيش. دي سلطه ايه؟ سلطه عسكريه. دي سلطه ايه؟ عسكريه. يبقى شيخ القبيله له سلطه عسكريه؟ ايوه. طيب ايه الدليل؟ قال لك ان هو كان بيعلن الحرب وهو كمان بيقود الجيش. تمام؟ يبقى ده سلطه شيخ القبيله، سلطه عسكريه. طيب فض المنازعات ويستقبل الوفود. بيفض المنازعات، دي سلطه قضائيه.
يبقى انا باجي كده في الكتاب وانت بتسمع معايا اكتب جنب فض المنازعات دي سلطه ايه؟ قضائيه. قضائيه يعني لو في من نزاع ما بين شخص وشخص او حد وحد معين او مجموعه ومجموعه، هو اللي بيفض في ذلك النزاع، بيفصل فيه، يعني سلطه قضائيه. طيب ويستقبل الوفود بسلطه دبلوماسيه. سلطه دبلوماسيه او سياسيه. تمام؟ يبقى في اكتر من سلطه في ايد شيخ القبيله، ولكن احنا هنا بنستبعد السلطه الدينيه. السلطه الدينيه بنستبعدها، يعني هو ما كانش في ايده اي سلطه دينيه خالص. ليه؟ لان هو راجل سلطه سياسيه، سلطه عسكريه، سلطه قضائيه، سلطه دبلوماسيه. اما انه بقى له في الدين لا، كان في نظام ديني وهنتكلم عنه دلوقتي. كان في اديان مختلفه وكل واحد بيعتنق حاجه معينه. تمام؟ هو ما كانش له دعوه بالنظام الديني خالص. تمام؟ يبقى شيخ القبيله له سلطه يعلن الحرب ويقود الجيش، سلطه عسكريه، يفض المنازعات قضائيه، يستقبل الوفود دبلوماسيه او سياسيه. طيب ده شيء. طب مجلس القبيله ده من كبار رجال القبيله، يعني ده اكبر ناس في القبيله، وكان بيقعدوا في حاجه اسمها دار الندوه. اغلب اعمالهم كانت في دار الندوه، زي مجلس الشعب مثلا كده. المكان اللي بيستشيروا بعض فيه والامور المهمه بيناقشوها فين؟ في دار الندوه. تمام؟ دي في مكه. طيب ده بالنسبه للنظام القبلي. طيب بالنسبه للقبائل يا جماعه، ايه العلاقه ما بينهم؟ يقول لك ايه العلاقه بين القبائل؟ ايه العلاقه بين القبائل؟ قال لك العلاقه بين القبائل لم تسير على وتيره واحده. يعني ايه لم تسير على وتيره واحده؟ يعني احيانا كان في علاقات ود وتحالف، واحيانا تانية كانت العلاقه ما بينهم ضرب نار، يعني كانوا ماسكين في خناق بعض. يبقى احيانا، يبقى لم تسير على وتيره واحده. ليه؟ اقول له لان احيانا كان في حاله حرب، واحيانا علاقات طيبه اللي هو تحالف. طب اديني امثله كده. بص يا سيدي، الحرب يا جماعه كانت اسبابها يا اما الحرب على العشب والميه، يعني كانوا بيتنازعوا على العشب والميه، الاماكن اللي فيها ميه. ليه؟ لانها طبيعه صحراويه. طبيعه صحراويه، احنا قاعدين في صحراء، واللي بيلاقي ميه بيمسك فيها بايده واسنانه، فاللي يلاقي ميه التاني يجي يتخانق معاه عليها. يعني الخناقه كانت على العشب والميه، اللي هي الحاجات اللي بيحتاجوها في الرعي دي واللي بيعيشوا عليه. يبقى السبب هنا سبب اقتصادي، موارد، البحث عن الموارد. يبقى الحرب هنا بسبب اعمال او اسباب اقتصاديه، او ممكن نقول اسباب طبيعيه. ليه؟ لان ده دافع ان دي طبيعه جغرافيه صحراويه، فالسبب الحرب نقول اسباب طبيعيه تنفع، او ممكن نقول اسباب اقتصاديه اللي هي الموارد. طيب ايه كمان؟ ممكن بسبب الاخر زي الثأر. يبقى الحرب كانت بسبب الموارد او الثأر. الاخذ بالثأر، طبعا هنكون عارفين الاخذ بالثأر. الاخذ بالثأر اللي هو بياخد طار حد، او مثلا العصبيه القبليه ممكن تقوم حروب زي حرب الفجار وحرب البسوس. تمام؟ حروب مشهوره جدا وقعدت سنين طويله جدا بسبب يعني ابل ناقه اتقتلت اللي هي البسوس. قامت حرب قعدت سنين طويله جدا ومات فيها الاف من البشر بسبب ناقه. تمام؟ يبقى يا اما الموارد ونقول ده سبب اقتصادي، او يا اما الاخذ بالثأر وده بنقول سبب اجتماعي. يبقى الحرب بين القبائل كانت لا اما لاسباب اقتصاديه او بنقول جغرافيه مثلا، وبسبب اجتماعي اللي هو الاخذ بالثأر. تمام؟ طيب ده سبب الحرب، زي حرب الفجار وحرب البسوس. طيب انا عندي احيانا كان في تحالفات، يعني احيانا كان بيبقى في تحالف بين القبائل دي، زي مثلا حلف الفضول. حلف الفضول، والحلف ده حضره الرسول صلى الله عليه وسلم وهو شاب. حضر الرسول صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول، وكان ده بين القبائل اللي كانت موجوده في منطقه الحجاز بهدف نصره المظلوم والضرب على يد الظالم وتحقيق التعاون ما بين الدول، او قصدي ما بين القبائل اللي كانت موجوده. يبقى ده اسمه حلف الفضول. يبقى احيانا كان في احلاف، يعني ايه؟ يعني في تعاون. تمام؟ والهدف هو من حلف الفضول بالذات كان هدفه اللي هو الضرب على يد الظالم واخذ حق المظلوم. تمام؟ طيب يبقى العلاقه كانت تسير على وتيره واحده بين القبائل ولا لا؟ لا، لم تسير العلاقه بين القبائل على وتيره واحده. يعني ايه؟ يعني ما كانتش على شكل واحد، لا، ده احيانا كان في حرب واحيانا كان في تحالف وتعاون بين القبائل. تمام؟ يبقى ده كده بالنسبه للنقطه الاولانيه اللي هو النظام القبلي. النظام القبلي، عرفنا النظام القبلي قبائل متفرقه هو النظام السائد.
وكل قبيله شيخ قبيله، وشيخ القبيله ده بيحكم بالعرف اللي هي العادات والتقاليد. وجنب شيخ القبيله كان في حاجه اسمها مجلس القبيله، والعلاقه بين القبائل لم تسير على وتيره واحده، ولكن احيانا كان في تحالف واحيانا كان في ايه؟ حروب. طب تعالى بقى على النظام الثاني اللي هو النظام الشبه ملكي. النظام بقى شبه ملكي، نظام ايه؟ شبه ملكي. النظام الشبه ملكي ده كان في الممالك. في الممالك، ما احنا قلنا كان في ممالك فين؟ في اليمن تحت في الجنوب، وفي ممالك فوق في الشمال اللي هي زي الحيره والغساسنه والانباط وتدمر. يبقى انا عندي ممالك في الشمال وممالك فين؟ في الجنوب. يبقى الكلام ده في الممالك، يعني فين؟ يعني في شمال وجنوب شبه الجزيره العربيه. طب النظام الملكي ده عباره عن ايه؟ كان عده اقسام. يعني مثلا كان الملك، والملك ده بيحقق الامن والامان وبيدير المملكه. يبقى في ملك، تمام. تحت الملك كان في كبار الموظفين. كبار الموظفين دول بيساعدوا الملك في اداره شؤون المملكه. يعني دول عباره عن دور كده ايه؟ مساعد للملك في اداره شؤون المملكه، كبار الموظفين. تحت كبار الموظفين اللي هم حكام الاقاليم. حكام الاقاليم. حكام الاقاليم دي بقى يا معلم تخلي بالك منها كويس جدا، دي مهمه قوي. حاكم الاقليم بيحكم الاقليم نيابه عن الملك. خلي بالك بقى في الكلمتين دول مهمين جدا. حاكم الاقليم بيحكم الاقليم نيابه عن الملك. يعني ايه؟ يعني الملك بيعين على كل اقليم حاكم بيحكم الاقليم نيابه عنه. فهنا بنسميها مبدا تفويض السلطه، او بنسميها سلطه لا مركزيه. يبقى ظاهره في النظام الملكي كلمتين اتنين او تعبيرين اتنين لازم تحفظهم وانت قاعد. حاجه اسمها تفويض السلطه او السلطه اللامركزيه. ظهرت فين؟ في حاكم الاقليم. تمام؟ يبقى خلي بالك من الكلام ده مهم جدا. يبقى في حكام الاقاليم ظهر مبدا اسمه ايه بقى؟ تفويض السلطه، او بنسميها السلطه اللامركزيه. يعني ايه تفويض السلطه؟ يعني واحد بيفوض سلطه لواحد بيقوم مكانه بحاجه معينه. تمام؟ فانا قلت لك هو بيعين حاكم على الاقليم يحكم الاقليم نيابه عن الملك، فده اسمه مبدا تفويض السلطه. طب وايه السلطه اللامركزيه؟ المركزيه ان واحد بس بيحكم كل حاجه، دي اسمها سلطه مركزيه. طب لا مركزيه العكس بقى. لا مركزيه يعني واحد بيعين على كل حته واحد بيحكمها نيابه عنه، اللي هو نظام ايه؟ تفويض السلطه، اللي هو النظام اللي حاكم الاقليم. حاكم الاقليم وكان بيلقب بكبير. يعني حاكم الاقليم كان له لقب تاني اسمه كبير. شفتوا الكبير؟ مش الكبير اللي هو بيجي في المسلسل بتاع رمضان، لا الكبير هنا. يبقى حاكم الاقليم بيلقب بايه؟ بكبير. خلاص كده؟ طيب في حاجه اسمها بقى مجلس عام والجيش. المجلس العام ده شباب في حاجه اسمها مجلس عام والجيش. مجلس عام، المجلس ده عباره عن ايه؟ عباره عن مجلس كده مكون من كبار الموظفين، بعض الاغنياء، الكهنه قاعدين فيه بياخدوا رايهم يعني. والجيش ده اللي بيحمي المملكه ويدافع عنها. بس كده، هو ده النظام الشبه ملكي. النظام الشبه ملكي ده يا جماعه اهم حاجه تعرفوا فيه ان هو متاخد من الدول اللي كانت موجوده، اللي هو الفرس والروم. يعني هم الممالك دي خدته منين؟ من الفرس والروم. يعني هم ما اخترعوش، هو خدوه من الفرس والروم. يبقى خلي بالك النظام الملكي ماخوذ من مين؟ من الفرس والروم. فدي نقطه تحطها في دماغك كويس جدا. خلي بالك كل حاجه متاخده من الفرس والروم. النظام الملكي، الاحوال بتاع كل بص متاثرين بالفرس والروم بشكل كبير جدا، سواء الحيره او الغساسنه اللي هي الممالك اللي في الشمال، واخدين كل حاجه عن الفرس والايه؟ والروم. وده نتيجه موقعهم الجغرافي ان هم قعدوا جنبهم. ما نجاور القوم بقى هنعمل ايه؟ ما هم قعدوا جنبهم، فخدوا منهم النظام السياسي والاحوال الاجتماعيه والاحوال السياسيه، خدوا منهم كل حاجه. تمام؟ يبقى ده بالنسبه للنظام السياسي، ملك ثم كبار الموظفين ثم حكام الاقاليم ثم مجلس عام ثم جيش. اما بالنسبه للنظام القبلي عباره عن قبيله بيحكمها شيخ قبيله ومجلس قبيله. ده بالنسبه للاحوال السياسيه. ركز معايا في كل كلمه بقولها، واي استنتاج اكتبه عندك في كتاب او في كراسه وذاكر، وبطل كسل، وخش في المنهج بقلب جامد، وتابع معايا على القناه. ان شاء الله مش هتحتاج اي حاجه تانية خالص بره القناه، بس تشترك القناه كويس جدا، تشترك وتفعل الجرس عشان يجيلك اشعار بكل فيديو ما يفوتكش فيديو، وعرف زمايلك بالقناه برضه ينوبك ثواب في نشر العلم. تمام؟ يلا كده نخش على الاحوال الثانيه، وهنخش على الاحوال
الدينيه. احوال الدين، شوف ايه احوال الدين في شبه الجزيره العربيه. نيجي بقى للاحوال الدينيه في شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام. يبقى انا بتكلم عن احوال الدين بس امتى؟ قبل ظهور الاسلام. طيب تعالى كده، هنا الديانات اللي كانت موجوده هنقسمها لحاجتين، يا اما ديانات سماويه يا اما ديانات وضعيه. يا اما ديانات سماويه يا اما ديانات ايه؟ وضعيه. وضعيه، تمام؟ سماويه يعني ربنا امر بيها، وضعيه يعني احنا حطيناها او الناس حطوها بمزاجهم يعني. طيب تعالى كده نشوف الديانات دي وايه الفرق ما بينها. اول ديانه سماويه وهي الديانه الحنيفيه. الديانه الحنيفيه، وبعدين المسيحيه، وبعدين اليهوديه. يبقى ركز بقى في كل ديانه واعرف مميزاتها وكانت موجوده فين. اول حاجه بالنسبه للديانه الحنيفيه، الديانه الحنيفيه دي كانت موجوده في مكه والمناطق اللي حواليها. كانت موجوده فين؟ في مكه والمناطق اللي حواليها. ودي عباده طبعا عباده ربنا وحده لا شريك له على دين سيدنا ابراهيم عليه السلام. يعني بعض الناس كانت موحده بربنا سبحانه وتعالى. يعني في ناس لسه كانت على دين سيدنا ابراهيم واللي هو التوحيد. كان في ناس لسه قبل ظهور الاسلام وكانوا على دين التوحيد لسه. تمام؟ اسمها الديانه الحنيفيه اللي هي عباده الله وحده لا شريك له على دين سيدنا ابراهيم عليه السلام. طيب المسيحيه، الدين المسيحي كان موجود؟ كان موجود. طب كان موجود فين؟ كان موجود في الممالك اللي في الشمال اللي هي الحيره والغساسنه وفي اجزاء في اليمن. يبقى الديانه المسيحيه كانت موجوده فين؟ كانت موجوده في الحيره والغساسنه واجزاء من اليمن. ادي 3. يعني فين بالظبط؟ شمال وجنوب شبه الجزيره العربيه. هو ده بقى الاستنتاج اللي تخلي بالك منه. انا لما اقول لك الحيره والغساسنه يبقى ده كده شمال شبه الجزيره العربيه، ولما اجي اقول لك اليمن يبقى كده جنوب، يبقى دي شمال ودي جنوب. يبقى انتشرت المسيحيه. يجي لك سؤال كده في الامتحان في الاجزاء نقط ونقط من شبه الجزيره العربيه، يبقى الاجزاء الشماليه والاجزاء الجنوبيه. ليه؟ لانها انتشرت في الحيره والغساسنه والاثنين في الشمال، وفي اليمن او اجزاء في اليمن دول في الجنوب. خلاص، يبقى المسيحيه عرفنا اماكنها فين؟ الحيره والغساسنه. وهنا ممكن يجي يقول لك ايه التشابه بين الحيره والغساسنه؟ يعني يقول لك في تشابه بين الحيره والغساسنه. التشابه ما بينهم في الديانه، الاثنين ديانه واحده مسيحيه، والاثنين من اصل عرقي واحد. الاثنين من اصل عرقي واحد، الاثنين من اصل عربي. تمام؟ يعني هم جايين من الهجرات القبائل بتاعت اليمن. طيب اليهوديه، اليهوديه انتشرت فين؟ انتشرت في خيبر ويثرب وحمير في اليمن، اللي هي مملكه حمير في اليمن، وخيبر ويثرب. دي اليهوديه. يعني كانت موجوده فين؟ غرب شبه الجزيره العربيه وجنوب شبه الجزيره العربيه. خلي بالك بقى، ما هو ده اللي احنا عايزينه. خيبر ويثرب يعني غرب شبه الجزيره العربيه، وحمير يعني جنوب شبه الجزيره العربيه. فحاجه يبقى انت بتعرف الاماكن وتترجمها لاتجاهات، لانه بيسالك في النقط دي. يبقى ده بالنسبه للديانات الايه؟ السماويه. الديانات السماويه. يبقى انا عندي حنيفيه، عباده الله وحده لا شريك له على دين سيدنا ابراهيم، كانت موجوده في مكه والمناطق المجاوره ليه. يعني كانت مكه عارفه التوحيد لسه، كان في بعض الناس عارفه التوحيد. طيب لما جت بعد كده في مسيحيه ويهوديه، المسيحيه كانت في حيره والغساسنه وفي اجزاء من اليمن. طب واليهوديه كانت موجوده في خيبر ويثرب وحمير في اليمن. طيب دي ديانات سماويه. تعال بقى على الديانات الوضعيه. الديانات الوضعيه يعني ايه ديانات وضعيه؟ يعني الناس هم اللي حطوها بمزاجهم، احنا اللي اخترعناها كبشر. تمام؟ طب زي مين؟ عندك زي الاصنام والاوثان، العباده المجوسيه والسابقه. يبقى انا عندي 3 هتعدهم معايا كده. عباده الاصنام، طبعا البني ادمين هم اللي اخترعوها. عباده السابقه والمجوسيه. تعالى بقى واحده واحده كده. عباده الاصنام، طبعا عباده الاصنام واحده واحده بدات انها تخش شبه الجزيره العربيه وتخش مكه، وانتشرت في مكه بشكل كبير. وكان كل قبيله لها صنم بيتحط عند الكعبه، بيروحوا كل سنه يروحوا يزوروه. طبعا زي اللاتي والعزى ومناه وزي هبل. هبل ده اللي هو الاله الاكبر عندهم، ده كبير الالهه بتاع الاصنام. تمام؟ وكانت منتشره في مكه بشكل كبير. طيب عباده السابقه دي عبدت النجوم والكواكب. عبدت النجوم والكواكب، الناس اللي بتعبد النجوم والكواكب زي الشمس مثلا كده. وهي كانت منتشره فين؟ كانت منتشره في الرقه وحران في الشام، وكانت منتشره في اليمن في الجنوب. تاني كده احفظ معايا. يبقى الصبايا دي كانت منتشره فين؟
في الرقة وحران، الاتنين دول في الشام. وكانت منتشرة فين؟ في اليمن. دي فين؟ في الجنوب، في اليمن. ولو تفتكروا من الملكة بلقيس لما احنا خدنا سبق قلنا الملكة بلقيس كانت بتعبد الشمس وقصتها مع سيدنا سليمان. يبقى ده كده يبقى الملكة بلقيس كانت بتعبد الشمس، دي سابقة. يبقى دي عبادة السابقة، يبقى كانت في اليمن وكانت موجودة في الشام، يعني في الجنوب وفي الشمال. السابقة عبدت النجوم والكواكب. بعد كده العبادة المجوسية، المجوس بقى دول اللي بيعبدوا النار، ودول كان لهم إلهين، إلهين اتنين، إله للخير وإله للشر، وكانوا بيعبدوا النار. وكانت موجودة فين؟ في شرق شبه الجزيرة العربية، شرق شبه الجزيرة العربية، متأثرين بالفرس، متأثرين بالفرس، لأن الفرس كانوا بيعبدوا النار. تمام؟ يبقى تاني كده، يبقى العبادة المجوسية، طبعا انتوا تسمعوا عن المجوس. المجوس دول بيعبدوا النار وكان لهم إلهين، العبادة بتاعتهم إلهين، إله للخير وإله للشر. يعني العبادة فيها تناقض، العبادة بتاعتهم فيها تناقض، إله للخير وإله للشر متناقضين مع بعض. تمام؟ فده اعتقادهم، يعني مش احنا دعوه بقى. فهم بيعبدوا النار، وكانوا بيعبدوا النار دي ما كانتش بتطفي ابدا زي الفرس كده. انتشرت فين؟ في شرق شبه الجزيره العربيه ناحيه الخليج العربي كده، متاثرين بالفرس لان الفرس كانوا ناحيه الخليج. تمام؟ ده بالنسبه للعبادات الوضعيه بس كده. يبقى ده الاحوال الدينيه ولا فيها اي حاجه خالص، سهله جدا. يبقى العبادات وضعيه، عباده الاصنام، عباده الصباح، عباده المجوس، ديانات سماويه، حنيفيه، مسيحيه، ايه، يهوديه. يبقى ده بالنسبه للاحوال الدينيه في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. طيب في إيه تاني غير الأحوال الدينية؟ في الأحوال الاقتصادية، يعني الاقتصاد. شوف إيه الأحوال الاقتصادية. طبعا كلنا عارفين الاقتصاد عبارة عن إيه؟ زراعة وصناعة وتجارة، اللي هي الكلام العادي البسيط اللي إحنا عارفينه ده. طب تعالى كده، أول حاجة، أول حرفة معايا وهي حرفة الرعي، وبعد كده حرفة الزراعة، وبعد كده حرفة الصناعة، وبعد كده حرفة التجارة. سهل خالص خالص خالص. تعالى بقى واحدة واحدة كده، فهم كل الكلمتين، أو خد المفيد. خد المفيد اللي هيخليك تحل ويخليك تفهم الدرس، مش هتحفظ. افهم الدرس، افهم درس كويس جدا، والحاجات الأساسية لازم تحفظها. تمام؟ فخلي بالك معايا. تعالى كده على الرعي. حرفة الرعي كانت الحرفة السائدة في البادية. حرفة السائدة يعني المنتشرة فين؟ في البادية. ايه البادية دي؟ اللي هي الصحراء. فهي كانت ليه؟ لان الطبيعه الجغرافيه كده، شبه الجزيره العربيه معظمها صحراء، فعشان كده كانت هي الحرفه السائده. يبقى لما يجي يقول لك ليه، ايه السبب ان الرعي هو الحرفه السائده؟ ليه؟ لا، بسبب ان هي بسبب الطبيعه الجغرافيه، بسبب الطبيعه الجغرافيه اللي هي ايه؟ بسبب اللي هي صحراء. فكان الرعي هو الحرفه السائده، كان بيرعوا الاغنام والماعز والابل والحاجات دي كلها. طيب ماشي. في حرفه ثانيه اللي هي حرفه الزراعه. حرفه الزراعه دي كانت موجوده ولكن كانت قليله. طب كانت موجوده فين؟ كانت موجوده في الاجزاء الشماليه، شمال، والاجزاء الجنوبيه، وكانت موجوده في الوسط. تعالى واحده واحده كده. فين بالظبط؟ في الاجزاء الشماليه، شمال شبه الجزيره العربيه اللي هي قريبه من الشام. ليه؟ بسبب الامطار. ما في امطار بتشتي في منطقه الشام، المناخ امطار شتويه، مناخ بحر متوسط. طيب موجوده في منطقه الشمال برضه من ناحيه العراق. ناحيه العراق في انهار، نهري دجله والفرات، شمال شرق شبه الجزيره العربيه. موجوده في الاجزاء الجنوبيه، كان موجود في الاطراف الجنوبيه امطار برضه في منطقه اليمن. امطار، ما احنا قلنا سبق وعملوا سد مأرب في اليمن. تمام؟ يبقى في امطار في الجنوب، الامطار مداريه دي في الصيف. يبقى انا عندي الزراعه كانت قايمه في الجنوب على الامطار، وفي الشمال شرق على الانهار، وشمال غرب على الامطار برضه. طيب في زراعه كانت في الوسط اللي هي الاوديه والمياه الجوفيه. الاوديه والمياه الجوفيه اللي هي الابار والعيون. كان في اماكن في وسط الصحراء بقى فيها ابار وعيون واوديه نتيجه وجود سيول معينه، كانوا بيعملوا عليها سدود وهكذا. تمام؟ يبقى ده اماكن الزراعه في شبه الجزيره العربيه، الاطراف الشماليه والاطراف الجنوبيه ومناطق كده في الوسط كان فيها ابار وعيون ومياه جوفيه واوديه وكلام من. يبقى دي احوال الزراعه. والزراعه طبعا ما كانتش منتشره بشكل كبير قوي، يعني كان زي التمر اللي هو اشجار النخيل والخضروات وحاجات بسيطه. تمام؟ طيب تعالى كده على الصناعه. بالنسبه للصناعه كانت بسيطه، وكانت صناعات حربيه. اغلب الصناعات السيوف والرماح والدروع، صناعات حربيه. ليه؟
بسبب الطبيعه اللي هم عايشينها، هم عايشين في حروب، عايشين في صراعات في شبه الجزيره العربيه. يبقى بسبب الصراعات والحروب والطبيعه بتاعتهم كانت صناعات حربيه، سيوف والدروع والكلام ده كله، بالاضافه الى الحلي وادوات الزينه. ادوات الزينه كانت من اللؤلؤ المستخرج من الخليج العربي. من اللؤلؤ المستخرج من الخليج العربي. والنقطه دي مهمه قوي، مهمه قوي قوي قوي. الصناعه كانت صناعات بسيطه، والصناعات كانت بتتركز على الصناعات الحربيه. ليه؟ بسبب طبيعه حياتهم. فكانوا بيصنعوا سيوف، دروع، سهام، رماح، لا الحاجات دي. طيب ده بالنسبه للصناعات. في صناعات تانية زي صناعه الاواني الفخاريه اللي هم بياكلوا فيها، زي مثلا صناعه اللؤلؤ، واللي هو صناعه الحلي، ادوات الزينه اللي هي الاساور والعقود والاقراط والحاجات دي، كانت ادوات زينه من اللؤلؤ المستخرج من الخليج العربي. طيب اللؤلؤ المستخرج من الخليج العربي، خلي بالك من الكلام. يعني ايه مستخرج من الخليج العربي؟ يعني كانوا بيعتمدوا على الاجزاء نقط من شبه الجزيره العربيه في صناعه الحلي. تمام؟ يجي لك سؤال كده يقول لك ايه؟ اعتمدوا على الاجزاء نقط في صناعه الحلي. اعتمدوا على اجزاء ايه في صناعه الحلي من شبه الجزيره العربيه؟ اعتمدوا على الاجزاء الشرقيه. طب ليه بقول على الاجزاء الشرقيه؟ لان هم بيقول لك اعتمدوا على الخليج العربي في استخراج اللؤلؤ. والخليج ده بالنسبه لشبه الجزيره العربيه جهه الشرق. جهه الشرق. تمام كده؟ فانت صح معايا وركز للكلام. خلاص، يبقى بالنسبه للصناعات سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. تعال بقى على التجاره في شبه الجزيره العربيه. التجاره دي كانت حرفه منتشره بشكل كبير جدا، وازدهرت التجاره ازدهار كبير جدا بسبب عده عوامل. عده العوامل دي كلنا عارفينها، اللي هي ايه؟ ايه سبب ازدهار التجاره في شبه الجزيره العربيه؟ ايه سبب ان التجاره كانت مزدهره؟ اول حاجه تمهيدهم للطرق. لان هم مهدوا الطرق وظبطوها كده وروقوها للتجاره وامنوها. يبقى تمهيدهم للطرق وتامينها، كانوا بيهتموا بنقطه زي دي. طبعا الطرق مهمه للتجاره، يبقى تمهيدهم للطرق دي حاجه. ازدهرت التجاره برضو يا جماعه بسبب معرفتهم بمواقع النجوم والكواكب. عارفين طبعا هم كانوا بيهتدوا في الصحراء وفي البحر بالنجوم والكواكب. كانوا بيعرفوا الاتجاهات، شمال، شرق، غرب، جنوب، عن طريق النجوم والكواكب. يبقى كان عندهم علم ان هم بيقدروا يحددوا الاماكن والاتجاهات بالنجوم والايه والكواكب. فده ساعدهم في التجاره والقوافل بقى اللي رايحه والقوافل اللي جايه وكده يعني. طب من عوامل ازدهار التجاره برضو الموقع الجغرافي المتميز، اللي هي شبه الجزيره العربيه اصلا يا جماعه موقع متميز بين الشرق والغرب. يعني كانت الشرق عشان ينقل الغرب كان بينقل عن طريق شبه الجزيره العربيه، واللي جاي من الغرب للشرق برضه عن طريق شبه الجزيره العربيه. يبقى الموقع المتميز او الموقع الجغرافي عامل اساسي في ازدهار التجاره في شبه الجزيره العربيه. بالاضافه الى الاسطول اللي كانت بتمتلكه اليمن. اليمن كان عندها اسطول قوي جدا وكبير جدا، كانت بتقوم بعمليه الترانزيت. يعني ايه ترانزيت؟ يعني كانت بتنقل التجاره من الحبشه، من الصومال، من الهند، من جنوب شرق اسيا، وتنقل بقى عن طريق البحر الاحمر وتطلع بقى لمصر والشام والبحر المتوسط. يبقى عمليه الترانزيت والاسطول المهم اللي كان موجود في اليمن. تمام؟ بالاضافه للعمله، العمله الفارسيه والعمله الايه الرومانيه، اللي هو الدينار والدرهم، اللي هو من الذهب والفضه، برضو كانوا بيستخدموا العمله. بالاضافه لمكه ومكانتها الكبيره في التجاره اللي احنا خدناها، بتنظم رحلتين تجاريتين، رحله للشام ورحله لليمن اللي هي الصيف والشتاء. يبقى دي كلها كده عوامل ساعدت على ازدهار التجاره في شبه الجزيره العربيه. اقولها لك تاني، ركز معايا. ايه سبب ازدهار التجاره في شبه الجزيره العربيه؟ قلنا اول حاجه ان في موقع جغرافي متميز بين الشرق والغرب. تاني حاجه في مدن مهمه جدا زي مدينه مكه اللي كانت لها دور تجاري مهم جدا ونشيط في شبه الجزيره العربيه. تالت حاجه الاسطول التجاري اللي في اليمن اللي كان بيقوم بعمليه الترانزيت وينقل التجاره من الشرق للغرب، من جنوب شرق اسيا لشمال منطقه الشام ومصر والبحر المتوسط. بالاضافه لمعرفه المواقع النجوم والكواكب وتحديد الاتجاهات بتاعتهم عن طريقها وتمهيدهم للطرق. دي كلها عوامل وغير العمله. تمام؟ يبقى دي كلها عوامل زادت على ازدهار الايه؟ التجاره في شبه الجزيره العربيه. تمام؟ يبقى احنا كده اتكلمنا على الاحوال الاقتصاديه، زراعه، صناعه، تجاره، رعي، وعرفنا كل واحده كانت ماشيه ازاي، واتكلمنا على الاحوال الدينيه، الدين، ايه الديانات اللي كانت موجوده، الديانات السماويه، الديانات الوضعيه. تعالوا بقى نكمل ونشوف ايه بقى الاحوال الثانيه ايه اللي موجوده معانا. بس قبل ما نخش على بقيه الدرس، يا ريت لو لسه ما عملتش لايك للفيديو راجع نفسك.
راجع نفسك وانزل اعمل لايك للفيديو، ما تبخلش علينا مقابل التعب اللي احنا بنقدمه مجانا. فانت ما تبخلش بحاجه بسيطه جدا ما انتش هتدفع فيها اي حاجه، لايك جميل زيك وتعليق ورايك في الدرس، وانت عايز حاجه معينه اكتبها تحت في التعليقات. ويلا بينا على الجزء اللي فاضل من الدرس. تعالوا بقى يا شباب للجزء اللي فاضل، وبنتكلم على الحياه الفكريه والعلميه. الحياه الفكريه والعلميه اللي هي الاحوال العلميه يعني. طيب زي ايه؟ اول حاجه بنتكلم عنها الادب. الادب، وطبعا الادب زي الشعر والنثر والخطابه اللي كانت منتشره عند العرب قديما في الاسواق اللي كانت في مكه. مش احنا قلنا قبل كده في اسواق في مكه زي سوق عكاظ وسوق مجنة وزي مجاز؟ يبقى في اسواق لم تكن للتجاره فقط، لم تكن للتجاره فقط، ولكنها ايضا كانت للتنافس في الشعر والخطابه، زي مثلا النابغه الزبياني، زي عنتر بن شداد، تمام، زي حسان بن ثابت اللي هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما تخش في الاسلام. يبقى انا عندي شخصيات تميزت بالشعر والخطابه والادب قبل الاسلام، كانت متركزه فين؟ في اسواق العرب. فين؟ في اسواق العرب قديما. يبقى الادب زي اللي كان موجود فين؟ في اسواق العرب، زي سوق عكاظ وسوق مجاز ومجنة وغيره. قلنا الاسواق دي تنافس في الشعر والثقافه في العرب قديما. طيب تعالى بقى للعلوم. انا عندي علوم زي ايه؟ عندي الطب زي الحارث ابن كلدة الثقفي. الحارث ابن كلدة الثقفي طبعا ده كان طبيب العرب، يعني يلقب بطبيب العرب قديما، وكان بقى فيه تداوي بالاعشاب، وكان عرفوا بعض الامراض وعلاجها وهكذا. يبقى اشتهروا بالطب. ومن اشهر اطباء العرب الحارث ابن كلدة الثقفي. علم الفلك، علم الفلك اللي هي مواقع، احنا لسه قايل عرفوا مواقع النجوم والكواكب، وكانوا بيهتدوا بقى بالتجاره. فهنا نقطه بقى مهمه تخلي بالك منها. يبقى علم الفلك افاد العرب، علم الفلك افاد العرب في ايه؟ في التجاره. ليه؟ لانه كانوا بيستخدموهم في معرفه الطرق. تمام؟ فدي نقطه تخلي بالك منها. يبقى علم الفلك استفاد العرب منه في مجال ايه؟ التجاره، في الاحوال الاقتصاديه، في معرفه الطرق. طيب ايه الانواء؟ ايه الانواء ده؟ اللي هي معرفه مواقيت هبوب الرياح وسقوط الامطار. اسمه علم الانواء، معرفه مواقيت سقوط الامطار وهبوب الرياح. طب ده هيستفادوا منه في ايه؟ في الزراعه. ده هيستفادوا منه في ايه؟ في الزراعه. ليه؟ ما هي الزراعه هي اللي بتستفيد من هبوب الرياح وسقوط الامطار. يبقى استفاد العرب من علم الانواء في الزراعه. طب عندك الهندسه. الهندسه بقى زي السدود، انشاء القرى، انشاء المدن، انشاء القلاع، شق الطرق. تمام؟ فدي نقطه تخلي بالك منها، مهم جدا موضوع الهندسه ده. السدود زي سد مأرب، انشاء الطرق والقرى والمدن، تمام، انشاء القلاع والحصون، ما هو هندسه. تمام؟ شق الطرق، ما هي دي كلها هندسه. انشاء الترع، يعني الترع، يعني كده ممكن اقول الهندسه استفادوا منه في الزراعه واستفادوا منه في التجاره. يبقى خلي بالك من الكلام ده، مهم جدا. طلع الاستنتاجات ده عندك، الكلام مكتوب وخلاص. طلع الاستنتاجات واكتبها عندك، لان الكلام ده مش موجود. اكتب، ما تكسلش انك تكتب، امال هتحضر حصه ليه؟ ركز معايا. يبقى انا بقول لك اهو، الطب من اشهر اطباء العرب الحارث بن كلدة الثقفي، وكان بيلقب بطبيب العرب، وعرفهم بقى تداوي بالاعشاب والكلام ده، سهله خالص، دي ما فيهاش حاجه. اما الفلك دي مهمه جدا، استفادوا منه في التجاره، معرفه الطرق عن طريق الايه؟ النجوم والكواكب، يستفادوا منه في التجاره. طيب تعالى عن علم الانواء. ده استفادوا منه في الزراعه، لانه عرفوا مواقيت سقوط الامطار وهبوب الرياح واتجاهاتها، يبقى استفادوا منه في الزراعه. طب الهندسه بقى، لا ده بيشمل كله. الهندسه دي استفادت منه الزراعه، لان دي السدود والترع، دي هندسه. كذلك في التجاره اللي هي الطرق، شق الطرق تجاره. تمام؟ يبقى استفادوا منه في التجاره وفي الزراعه. تمام؟ ده علم الهندسه. بشكل عام العلوم يا جماعه ازدهرت، وظهر الازدهار ده في الممالك اللي في الشمال فقط. مش فقط، لا، في الاغلب في الممالك اللي في الشمال. اكثر ممالك كانت مزدهره في العلوم الممالك اللي في الشمال، زي مثلا انباط، تدمر، مملكه الحيره، مملكه الغساسنه. هم دول اكتر ممالك كانت مزدهره في العلوم. ليه بقى؟ بسبب احتكاكهم بالفرس والروم، لانهم كانوا محتكين باكبر دولتين في العالم في الوقت ده، الفرس والروم. فالكلمتين دول اوعى تشيلهم من دماغك، اوعى تشيلهم من دماغك. تعالى بقى النقطه الثانيه اللي هي العماره والفنون. العماره والفنون، العماره اللي هي المباني بقى والقصور والمنشآت والاديره والكلام ده كله. زي ايه؟ اول حاجه عندي النحت. النحت، ودي تظهر طبعا في مدينه الحجر اللي هو سيدنا صالح، قوم سيدنا صالح. تمام؟ قوم سيدنا صالح اللي كانوا بينحتوا في الجبال بيوت.
وربنا سبحانه وتعالى اداهم امكانيه جسمانيه ان هم يعرفوا ينحتوا في الجبال، في الصخور، ينحتوا بيوت. فدي نقطه مهمه. تمام، يبقى ركز في الحته دي. يعني الكلام ده ظهر فين؟ في الشام، في مملكه الانباط، مملكه الانباط، في مدينه الحجر ايام سيدنا صالح. يبقى ده النحت. ماشي. القلاع والحصون يا جماعه، القلاع ان هم كانوا بيعملوا قلاع وحصون كبيره، زي قلعه ايه؟ قلعه القسطل في الغساسنه. قلعه القسطل، احفظ الاسم، في الغساسنه. يعني ايه في الغساسنه؟ يعني في الشمال. اول ما اقول لك في الغساسنه يعني في الشمال على طول، في الشمال شبه الجزيره العربيه. يبقى دي القلاع، قلعه القسطل معروفه في الشام. طب عندي بعد كده معابد واديره، زي معبد شمس في اليمن، ومعبد هند او دير، ده مش دير هند بنت النعمان بن المنذر بتاع الحيره. تمام. يبقى دير هند بنت النعمان وكنيسه الرصافه في الغساسنه، يعني في الشمال، واليمن في الجنوب انتشرت المعابد والاديره. والحيره في الشمال، تمام، اللي هو دير هند بنت النعمان ابن المنذر اللي هي في الحيره. يبقى انا عندي العماره، المعابد والاديره انتشرت في الاجزاء نقط ونقط من شبه الجزيره العربيه. يبقى الاجزاء الشماليه والاجزاء الجنوبيه. ليه؟ ما هو قال لك في الحيره والغساسنه واليمن. الحيره والغساسنه واليمن. معابد الشمس دي كانت موجوده في اليمن لانهم كانوا بيعبدوا الشمس. ودير هند بنت النعمان في الشام في الحيره. ودير الرصافه في الغساسنه. تمام؟ يبقى في الشمال وفي الجنوب. دي طب الاديره دي لازم تتحفظ طبعا، دي مهمه جدا. القصور، قصر غمدان في صنعاء دي في اليمن. يبقى صنعاء دي فين؟ في اليمن. يبقى قصر غمدان ده في اليمن. وعندك قصر المشتى في الغساسنه، وقصر الخوارنق في الحيره. يبقى برضه في الشمال والجنوب، القصور في الشمال والجنوب. طب الاسامي دي تتحفظ ولا نعديها؟ لا تتحفظ، مهمه جدا. قصر الخوارنق في الحيره، قصر المشتى في الغساسنه، قصر غمدان في صنعاء في اليمن. يبقى ده بالنسبه للعماره. يتفضل يا شباب بقى الاحوال الاجتماعيه. الاحوال الاجتماعيه بقى دي سهله خالص، ما فيهاش اي حاجه، واغلبها نقط احنا عارفينها. يعني مثلا يقول لك ايه الاحوال الاجتماعيه قبل الاسلام. كان السكان في الاحوال الاجتماعيه طبعا بينقسموا لسكان بدو وسكان مدن. سكان البدو اللي قاعدين في الصحراء في القبائل، واللي قاعدين بقى في بيوت بقى من عسف النخيل، سعف النخيل، ومن بيوت من الخيام بتتنقل من مكان للتاني. اما المدن دي كانت يعني بيوت كبيره من الحجاره، وكان شكل مختلف تماما. يبقى السكان بينقسموا لسكان بدو قاعدين في اماكن الصحراء، واماكن تانية كان فيها مدن كبيره كان فيها مباني حضر، يعني سكان حضر. يبقى سكان حضر وسكان ايه؟ بدو. طيب ده شكل السكان. طب طبقات المجتمع كانت عباره عن ايه؟ طبقات المجتمع كانوا 3 طبقات. الثلاث طبقات دول يا شباب، طبقه اولانيه اللي هي الطبقه العليا، دي كانت من الاحرار اللي هم التجار واصحاب الاراضي الكبيره والمتوسطه. يعني كان عندهم اراضي كبيره ومتوسطه، اصحاب الاراضي اللي هم ملاك الاراضي يعني الكبيره والمتوسطه والتجار، دول كده كانوا في الطبقه الاولى. تحتهم شويه طبقه وسطى. الطبقه الوسطى دي برضو نفس الفكره، التجار بس مش التجار الكبار، واصحاب الاراضي برضو نفس اصحاب الاراضي بس مش الاراضي الكبيره، الاراضي بقى المتوسطه الصغيره كده، دول في الطبقه الوسطى. الطبقه الثالثه بقى الفقراء والموالي والعبيد اللي هم فقدوا حريتهم، او العبيد اصلا اللي هم السود، والموالي اللي هم اللي بخدم مثلا، والفقراء اللي هم حالتهم الاجتماعيه تعبانه. تمام؟ فالفقراء والخدم والموالي تحت خالص في الطبقه الدنيا. في النص اللي هم اصحاب ملاك الاراضي اللي هم البساط الصغيرين، والتجار والحرفيين اللي هم مش كبار. اما الطبقه العليا اللي هو التجار بقى الكبار والاحرار اللي هم ملاك الاراضي الكبيره. ده المثلث الاجتماعي اللي كانوا عايشين فيه. بالاضافه بقى يقول لك ايه العادات الايجابيه والعادات السلبيه. ايه العادات الايجابيه؟ لا، الكرم، اكرام الضيف، الوفاء بالعهد، الشجاعه، اللي هي الحاجات الحلوه الكويسه اللي حد كلنا عارفينها، يعني مش محتاجه مذاكره ولا محتاجه حاجه. العادات السيئه الاخذ بالثأر، وأد البنات، لعب الميسر، شرب الخمر. تمام؟ دي كلها، الاخذ بالثأر كانت مشكله، ودي بتقوم حروب. تمام؟ يبقى في عادات ايجابيه وكان في عادات سلبيه. وسبب انتشار الفساد والعادات السلبيه بشكل كبير هو البعد عن الدين. البعد عن الدين بشكل كبير، ودي نقطه مهمه، ان هم عاشوا في حياه فيها سحر واعتقدوا في السحر كمان والكلام ده كله، والدجل والشعوذه، نتيجه الابتعاد عن الدين. وكانت الديانات عندهم ديانات وضعيه اغلبها. تمام؟ ده سبب ان هم ايه؟ كانوا بينتشر فيهم العادات السلبيه بشكل كبير وخطير جدا، زي وأد البنات ولعب الميسر وشرب الخمر والحاجات دي كلها، والسحر والكلام ده كله. طيب بعد كده دور المراه بقى، اخر حاجه في الدرس خالص. المراه كان لها دور اجتماعي.
طب اللي هو ايه؟ اللي هو بقى ترتيب البيت وتنظيفه وتاخد بالها من جوزها وعيالها وتطبخ الاكل والكلام ده كله. دور اجتماعي. طيب في دور تاني كان دور عسكري، لان المراه احيانا كانت بتخرج في الحروب تسقي الجرحى، تضمد جرحى يعني دور طبي في الحرب. يبقى ده دور يعني دور عسكري، كان بيشارك في الحروب احيانا. اخر حاجه دور المراه سياسي، اللي هو زي الملكه بلقيس كانت بتحكم مملكه سبأ، والملكه زنوبيا كانت بتحكم مملكه تدمر. يبقى الملكه زنوبيا تدمر في الشمال شبه الجزيره العربيه، والملكه بلقيس بتحكم في الجنوب مملكه سبأ. يبقى لما اقول لك ظهر دور المراه السياسي في الاجزاء نقط ونقط من شبه الجزيره العربيه، يبقى دور المراه السياسي في الاجزاء الشماليه والاجزاء الجنوبيه اللي هي مملكه تدمر الملكه زنوبيا ومملكه سبأ الملكه بلقيس. دور سياسي تمام، بالاضافه لدور تجاري زي الملكه زي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة كانت بتعمل بالتجارة. ده دور اقتصادي. يبقى المرأة كان لها دور اقتصادي، كان لها دور سياسي، كان لها دور عسكري، كان لها دور اجتماعي. كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا يا شباب. الدرس طويل شويتين انا عارف. حبيت ابسطه لك على قد ما اقدر بحيث انك توصلك المعلومة وتعرف في نفس الوقت انك تحل على الدرس. في الحصة اللي جاية هنحل على الدرس ده من كتاب الأضواء، من كتاب الأضواء ومن كتاب الامتحان كمان عشان الناس اللي عايزة تحل من الكتابين. فانا هزودك بمعلومات كافيه جدا جدا انك تجيب الدرجه النهائيه في الامتحان ان شاء الله. عايز الناس تذاكر كويس جدا، تتابع، لو مش مشترك اشترك، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، ما تنسناش زي ما احنا مش ناسيينك. نتمنى لكم كلكم بالتوفيق والنجاح، وانتظرني فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.